صحفي يعني مقتدر يعرف يعني من أين تؤكل الكتف، والكلام اللي يقولوه يعني يؤخذ في عين الاعتبار. خلينا اكثر تاهبا واكثر استعدادا باش نديفيو ولا نواجهوا كل المخططات اللي تقدر تمس هذا. عليكم الخوت، كراكم دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى على انه تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا فيديو جديد اللي غادي نتعاودوا نتكلموا فيه على الاعلام الجزائري، لكن هذه المره من جهه رسميه. وزير الشباب والرياضة الجزائري يخرج بتصريح خطير يهدد فيه المغرب على أنه إن تم كولسة كان 2025 فإنه سيقوم بالإجراءات اللازمة. عندما نقول وزير الشباب والرياضة بدولة الجزائر فإننا نتكلم على جهة رسمية، جهة رسمية كتوجه تهديد للمغرب بناء على ماذا؟ بناء على منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي التي قيل فيها بأن المغرب قام بكولسة كان 2025 وقد أسند إليه تنظيم هذا الكان مسبقا بدون أي إجراءات المعترف بها داخل الكاف. وزير الشباب والرياضة الجزائري يتهم المغرب بطريقة غير مباشرة بأنه يمارس الفساد داخل الكاف بناء على ماذا؟ بناء على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي. جهة رسمية تبني معتقد على أن دولة المغرب تمارس الفساد داخل الكاف بناء على ماذا؟ بناء على منشور قام به المعلق الجزائري حافظ الدراجي معلق قنوات بين سبورت، الذي قال بالحرف على أن المغرب قد أسند إليه تنظيم كان 2025 بينما البنين ونيجيريا في ملف مشترك أسند إليهما تنظيم كان 2027 وجنوب إفريقيا أسند إليها كان 2029. معتقد خاطئ يا حفيظ الدراجي، معتقد لا ينبني على أي أدلة واضحة. حفيظ الدراجي في كل مرة يبين على الحقد الدفين تجاه المغرب، رغم أن الدول اللي تقدمت بتنظيم الكان هي 4 أو 5 دول على ما أعتقد. هناك البنين ونيجيريا، المغرب والجزائر، وأظن يمكن جنوب إفريقيا. فلماذا لم نقول على أن جنوب إفريقيا كذلك تمارس الفساد داخل الكاف أو نيجيريا أو البنين؟ لماذا المغرب بالضبط؟ في كل مرة وفي كل نقطة يتكرر موضوع المغرب. قبل ما نكملوا الفيديو نخليكم مع التصريح ديال وزير الشباب والرياضة الجزائري. الآن تتكلم على الكان، التصريح اللي يعني تداولته وسائل التواصل الاجتماعي نتاع السي حفيظ هو اناليز. يعني حفيظ ماهوش جزء من كما نقولوا من ني با مومبر دي بيرو دو كوميكس تاع لاكاف، وماهوش لو بريزيدون دو لاكاف، ولكن هو خبير رياضي ومطلع على الشأن الرياضي وصحفي يعني مقتدر يعرف يعني من أين تؤكل الكتف، والكلام اللي يقولوه يعني يؤخذ في عين الاعتبار. ولكن يبقى درك الجانب الرسمي، يعني وانت تعرف بالكثير من الحالات وين نقدموا ديزاناليز، ولكن الجوانب الرسميه تاخذ منحى واحد اخر. احنا درك الان طبعا الشعب الجزائري بانه لم يفصل بعد في الملف، ما يقدرش يفصل، لانه باش يفصل لازم يكون هناك مكتب اجتماع، لازم تكون هناك كاين بعض الشكليات اللي لازمها تكون. الشكليات هذه يعني لو فورماليزم يفو لو ريسبكتي، مازال ما كانش هذا، لم يتم الامر، لم يتم الافصل فيه. كي راني نقول لك هكذا اللوبينغ والريزوتاج وكذا يقدر يكون هذا امر طبيعي، اي سي دو بون غير نورمال، باسكو كل واحد، احنا ثاني عندنا مهمه واحده اخرى منتظره منا باش كل واحد واش يقدر يقدم لبلاده في الموقع اللي راهو فيه يقدم في الموقع اللي فيه باش نحققوا مكاسب لبلادنا. ولكن الشيء اللي صرا درك يعني والله يعني هذا الاناليز اللي دارها سي حفيظ مليحه، لانه مليحه تخلينا اكثر تاهبا واكثر استعدادا باش نديفيو ولا نواجهوا كل المخططات اللي تقدر تمس هذا وكيف ما شفتوا الخوت، يعني التصريح ديال وزير الشباب والرياضه كيقول على ان التحليل اللي قام به حافظ الدراجي كيبقى تحليل اللي هو منطقي، يعني كيأيد حافظ الدراجي على ان المغرب يمارس الفساد داخل الكاف. هو اتهام يعني بطريقه غير مباشره على ان الكاف فاسد وعلى أن المغرب فاسد. اتهام خطير، اتهام لم يبنى على أي أدلة أو على أي دلائل اللي هي ملموسة أو واضحة.
دائما وأبدا الإعلام الجزائري والسياسيين الجزائريين يتحفوننا ويمتعوننا بخرجاتهم الإعلامية أنا أعتبرها السبيانية. المهم الخوت، ما عليا غير نقول لكم في هذا الفيديو تهلاو في راسكم، ونتمنوا على أنه نتلاقاو في شي فيديو جديد بعيد عن الإعلام الجزائري، لكنه دائما ما يجبرنا على عمل رياكشن أو رد الفعل على هذه التصريحات التي يقوم بها. تهلاو في راسكم الخوت، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.